المدلعة. طب ما تنزل يا مدلع. هنسمي الله النهارده، هنعمل مع بعض حاجه حلو كده لطيف معروف في بيوتنا كلنا، ولكن مش الكل بيعمله. حاجه اسمها المدلعه، بس النهارده هندلعها شويه زياده ونعملها في طواجن كده. يعني هنقدمها بطريقه مختلفه وفي نفس الوقت تبقى كده ايه، على حسب عدد الافراد. انت برضو نفس المقادير اللي انا هعملها عايزه تعمليها في صينيه، ما فيهاش اي مشكله خالص. في حاجات شويه تريكات كده هنعملها بسيطه قوي قوي مع بعض. لو اول مره تعمليها او اول مره تسمعي عنها، انا النهارده مستعده ان انا احمسك ان انت تبداي معايا دلوقتي والحلقه شغاله ان انت تعمليها. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض. المفروض المدلعه لو انتوا زي ما انتوا عارفين، يعني لو انتوا عارفينها ان هي 3 طبقات، فانا جايبه النهارده على قد الطواجن اللي عندي ربع كيلو كنافه. لو هي عندك في الفريزر طلعيها وكسريها وهي لسه متجمده. هي كانت عندي فريش شويه او فكت شويه، فانا قطعتها حتت صغيره كده. هم دول كلهم ربع كيلو بس، ولكن الكنافه انتوا عارفين ان هي بتاخد حجم اكبر كل ما تفككيها من بعضها كده. كل اللي انا هعمله النهارده انا هشرح لكم طبقه طبقه مقاديرها ايه علشان ما تتلخبطوش معايا. انا اول طبقه مجهزه لها نص كوبايه سمنه، السمنه العاديه بتاعه البيت او السمنه اللي هي العلب او السمنه البلدي على حسب المتاح عندك، بما اننا اتفقنا ان احنا نشتغل اقتصادي. فانا مجهزه الفانيلا البودر ومعلقه سكر كبيره، سكر بودر سكر حبيبات مش هتفرق. القصد من السكر اصلا ان هو يدي طبقه لون جولد للكنافه. فاللي انا هعمله دلوقتي هحط طبقه سمنه حلوه كده في كل طاجن، اغلفه كده الاول. انتوا عارفين الكنافه بتاخد سمنه حلوه علشان تطلعي منتج حلو او نوع حلويات مخدوم. الكنافه عندي هنا هحط معلقه السكر، عندك سكر بودر حطي مفيهاش اي مشكله. هحط رشه فانيلا كده، وجايباها النهارده بودر علشان تتوزع حلو معايا. السكر بيساعد الكنافه ان هي تاخد لون جولد، تتحمر معاكي بسرعه. فانا هفتتها كلها كده حلو قوي قوي. هنحط طبقه كده في كل طاجن، بس خدي بالك حطي طبقه ما تخنيش قوي لطبقه الكنافه، لان احنا زي ما قلت لكم هم هيبقوا 3 طبقات، فاحنا عاوزين الطبقه خفيفه عشان ما تبقيش بتاكلي حاجه متكتله في الطاجن، وفي نفس الوقت عشان كل حاجه تاخد حقها في السوا. انا بالمج بتاعي كده وهحاول اكبس الطبقه اللي تحت كده من الكنافه، وهضغط عليها برضو لما احط السمنه اهو. انا بحاول اسويها كده. هوزع السمنه بتاعتي كده بالمعلقه عشان اضمن ان هي كلها اتسقت من جميع الجهات كده. زي ما اتفقنا بتاخد سمنه كتير عشان تتحمر. في الوقت ده تقدري تبقي فاتحه الفرن علشان تكوني مسخناه. طيب انا هنا خلاص حطيت السمنه هنا، وكنت مجهزه الفرن بتاعي علشان يبقى سخن. خدوا بالكم من درجات الحراره، لان الفخار بيشيل درجه حراره اعلى بكتير من اي حاجه تانية انتوا بتسووا فيها. يعني لو هتعملي في بايركس او في ألمونيا درجة الحرارة بتبقى اقل بكتير. فخدي بالك لان سمك الكنافة قليل قوي، عينك يبقى عليها، وفي نفس الوقت الفخار زي ما قلنا بياخد درجة حرارة اعلى. فانا هحطها دلوقتي في الفرن، وتستغربوش خالص احنا هنسوي طبقة طبقة وبتطلع معانا مظبوطة جدا. هحطها في الفرن لغايه ما نجهز السيرب بتاعنا مع بعض، وبعدين نشوف هنعمل ايه. السيرب بتاعنا اللي احنا هنعمله السيرب اللي تقريبا بنحطه على 3/4 انواع الشرقي اللي احنا بنعمله، اللي هو لا هو تقيل قوي قوي ولا هو خفيف قوي. السيرب الوسط مقداره 2 سكر، 1.5 كوباية ميه، وعصرة نص ليمونه. انا برفعهم على النار من غير ما اقلبهم خالص علشان ما يسكرش ولا يعمل اي حاجه. مقدار السيرب اللي انا هعمله للوصفه كامله، يعني احنا هنحتاج سيرب للطبقه اللي تحت وللطبقه اللي فوق، فهنمشيها خطوه خطوه كده. فانا حطيت السكر اهو، سكر ابيض، حطيت عليه 1.5 كوباية ميه ونص ليمونه عصراها. هرفعهم على النار من غير ما اقلبهم زي ما اتعلمنا، واحطهم على النار 10 دقايق بس وهرفعهم بس. يلا بينا من غير ما تقلبي ولا اي حاجه، علشان زي ما قلت لك هتقلبي. في ناس متعوده تقلب من النص بس كده علشان السكر بتاعها يدوب يدوب كده، فانا مش اهم حاجه لو انتي هتقلبيه بويسك مثلا او كده قلبي بس من النص، ما تخليش المعلقه او الويسك بتاعك او المضرب اليدوي يحصل الحرف علشان السكر بتاعك ما يسكرش، عشان في ناس كتير سالتني. فهنحطه 10 دقايق بس على حسب النار بتاعتك، 10 دقايق بس وهرفعه. السيرب بتاعي كده خلاص جاهز اهو. بعد ما رفعته من على النار انا بحب احط الفانيلا ايا كانت بودر او سايله، بحب احطها بعد ما ارفعه من على النار، لان الريحه بتاعت الفانيلا بتروح لو انتي حطيتي الفانيلا في الاول.
كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. الكنافه المفروض بارده او السيرب سخن او العكس، لازم حاجه فيهم تكون بارده والتاني سخنه. اللي انا هعمله اهو، هوزع اول طبقه بس تسقوها حلو. اللي معايا هنا دلوقتي الحله فاضيه اهي، هحط معايا كوبايتين كبار حليب او اللبن اللي هو العادي من التلاجة، كوبايتين كبار، كوبايتين ونص على حسب مقدار الصينيه اللي انت عاملاها او الطواجن اللي انت عاملاها. احنا متعودين ان كوبايه الحليب او كوبايه اللبن ليها معلقه كبيره نشا، عاوزاه تقيل زودي خليهم 3 معالق، بس انا مقداري لكل كوبايه بحط معلقه كبيره نشا. وعلشان نعزز الطعم شويه، لو عندك ما عندكيش خلاص ما يهمكيش خالص، معلقتين كبار كريم شانتيه بدون سكر، بسكر مش هتفرق هنا، ولكن انا مش هحط، انا جايباه كريم شانتيه خام بدون سكر، ومش هحط سكر على الكريمه بتاعتي، لان زي ما انتوا واخدين بالكم طبقه الكنافه هيبقى فيها سيرب اللي هو العسل، والطبقه الاخيره هيبقى فيها عسل، فاحنا عاوزين الحاجه متوازنه، ما نبقاش افورنا في كميه العسل بتاعنا. وبرده دي حاجه ترجع لك انت بقى عايزه عندك السكر كتير وعايزه تخلصيه، بتحبي كميه السكر كتير، دي حاجه بتاعتك انت. ولكن هي دي كل المقدار اللي انا هعمله دلوقتي. قلبته على البارد اهو وهرفعه على النار. انا كده رفعته على النار اهو وايدي فيه على طول، فكيت كل التكتلات قبل ما احطه على النار عشان ما يبقاش فيه اي كلكعه او اي حاجه. ايدي فيه على طول اهو، وزي ما اتعودنا انت بقى عايزه تعززي الطعم بمعلقه زبده بعد ما ترفعيه على النار اعملي كده، عايزه تحطي قشطه براحتك، دي حاجه بتاعتك انت، كل دي تحت بند الاضافات. هنحط رشه فانيلا كده زي ما اتفقنا ان احنا هنحطها بعد ما نرفعه من على النار. عندك فانيلا سايله زي ما تحبي اهو. وبسرعه بسرعه نجيب الطواجن بتاعتنا، خلاص السيرب بتاعها اتشرب، نجيب الطواجن بتاعتنا ونشتغل على طول. بس انا هسيب الطبقه دي تتشمع لحد ما اعمل اخر طبقه اللي هي البسبوسه، ونمشي برضو خطوه خطوه مع بعض. احنا الاخر طبقه معانا هتبقى طبقه البسبوسه. البسبوسه جايبين لها 250 جرام دقيق سميد او دقيق بسبوسه، احنا كلنا عارفينه اللي هي الدقيق بتاع البسبوسه، مش شرط خشن ناعم مش هيفرق، المهم ان هو كوبايه ونص. المقدار اللي انا عاملاه يا جماعه لو انتوا شايفينه قليل هو على قد الطواجن اللي انا عاملاها، فانتي طبعا انتي قدامك لحد كيلو لو انتي عامله صواني كبيره او الكلام ده كله، فانا عامله مقدار على قد الطواجن بتاعتي. انا جايبه 250 جرام دقيق سيمولينا او دقيق بسبوسه او السميد بتاع البسبوسه، عشان في حد الحلقه اللي فاتت سالني على ايه هو السميد. السميد اللي هو السيمولينا، بتطلبيه من محلات مستلزمات الحلواني، اللي هو السيمولينا او دقيق البسبوسه. هحط عليه 70 جرام سمنه عادي، العلب العاديه، عايزه تحطي سمنه بلدي دي بتاعتك انتي حسب المتاح عندك. هحط عليه لو انتي عايزه تضيفي جوز هند ضيفي لو متاح عندك، يعني مش متاح عندك خلاص مش مشكله خالص. وهضيف رشه بسيطه كده من الفانيلا اهو، وهبدا ابسهم مع بعض. نبسهم يعني نعملهم كده بايدينا اهو، وما تقلقيش خالص من المرحله دي، او لو طولتي فيها احنا كل اللي احنا عاوزينه نجيب اي بودر من بتاع البسبوسه ده اللي هو دقيق السميد ده من تحت كده علشان ما يبقاش في اي حاجه ناشفه. يعني لو طولتي في الوقت ده وبتعملي كتير تقلقيش خالص ان هي تعضم او حاجه زي ما بنسمع، يجرالهاش اي حاجه. اهم حاجه تبسيها كويس قوي اللي هو تتحول معاكي زي الرمل كده. اللي انا جايباها دلوقتي الحله اللي هنعمل فيها السيرب بتاع البسبوسه، بحط تلت كوبايه حليب او لبن، الاتنين واحد مش هما الاتنين واحد اهو، عليها تلت كوبايه سكر حبيبات عادي، ومعلقه كبيره ودي مهمه جدا، معلقه كبيره عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز ده بتلاقوه في محلات مستلزمات الحلواني. بدوب العسل الجلوكوز زي ما قلنا، وبدوب السكر بتاعي. اهم حاجه ان كل حاجه تدوب، حتى لو وصل يعني هو هيوصل معانا دلوقتي لمرحله الغليان. الاهم من ده كله بقى ان انت ما تحطوهوش ابدا ابدا على البسبوسه وهو سخن، يعني احنا هنسيبه لما يغلي وكل حاجه تدوب هنا قدامنا، ما تحطوهوش ابدا على البسبوسه وهو سخن لان البسبوسه هتنشف. شايفين السيرب بتاعنا بقى عامل ازاي؟ هو ما بيقعدش خالص خالص على النار، يعني انا لو قلت لكم 3 دقايق هبقى زودت. انا خلاص كده هرفعه من على النار لان انا كل اللي انا محتاجاه من النار
ان هو تدوب السكر والعسل الجلوكوز بتاعي بس. السيرب بتاعنا كده بعد ما برد، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ بسم الله، وننزل كده على البسبوسه بتاعتنا، نقلب كده من تحت لفوق. البسبوسه طبعا عشان احنا الجو شتاء والسمنه اللي احنا حطيناها، شايفين مسكت ازاي؟ ما تبالغيش في التقليب، انا بس بجيب من تحت لفوق، ما بعجنش فيها، لان البسبوسه او دي السميد ما بيحبش التقليب خالص. شايفين الكريمه بتاعتنا بقت عامله ازاي كده؟ يعني اتشمعت، تحطي ايدك عليها ما تلزقش كده. هي جاهزه ان احنا نحط عليها البسبوسه ونسويها وكل حاجه، ما تقلقيش خالص. انا هعمله دلوقتي، هقسم مقدار البسبوسه بتاعي على قد الطواجن. هتبدأي بقى تساوي الطبقه دي، حاولي تخليها كلها مظبوطه سوا واحد، علشان السوا بتاعها من جوه تبقى واحد. بس الفرن بتاعنا شغال شوايه بس. عندك بقى مكسرات ايا كان نوع المكسرات، اي حاجه. المتاح عندي سوداني، هحط سوداني. متاح عندك بندق، عين جمل، مش متاح خالص مفيهاش اي مشكله. طيب احنا كده طلعناها من الفرن، شايفين اللون بتاعها؟ هي كده لسه ما اتسقتش ولا اي حاجه. انا هعمله اهو، هبدا اسقي بقى بشويش كده. انت بتحطي طبقه على قد البسبوسه فقط، وزعي كده بالمعلقه عشان كلها تتشرب داير داير كده. كده تكون خلصت حلقتنا. اتمنى اكون كنت خفيفه على قلوبكم النهارده. اكتبوا لي في التعليقات عاوزيني اعمل ايه الحلقه الجايه. تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت على صفحتنا اوت بوكس فود. تصبحوا على الف خير.